ايه ده؟ هو ده الشخص الغلط؟ لا ده انا احبه بقى. ناس كتير بتفتكر ان ده قله حظ، تقول اشمعنى انا اللي دونا عن الناس كلها حظي قليل كده، اشمعنى انا اللي بتشد للناس الغير مناسبين ما كملش ليه في علاقه. صدقيني لو اول مره بيبقى حظ، بعد كده بيبقى سوء اختيار منك. دايما بتلاقي نفسك بتتشدي للاشخاص الغير مناسبه بمنكاش، بعد كده ترجعي تعيطي وتقولي هو انا ليه حظي قليل. نتعرف في الحلقه عن ليه بنشد للاشخاص الغير مناسبين بنحبهم. شوف في الحلقه. لو الحلقه عجبتكم استناكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. علم النفس في الحقيقه اتكلم عن الاسباب دي، او اتكلم عن الجزئيه دي، وقال ان الستات عندها اكتر من سبب نفسي يخليها تشد للاشخاص الغير مناسبه. في كاتبه اسمها ستاسي لويد، خبيره علاقات عاطفيه امريكيه، اتكلمت وكتبت مقاله عن الجزئيه دي بالظبط. تعالوا نشوف كتبت ايه وايه الاسباب اللي بتخلينا نشد للاشخاص الغير مناسبين. اول سبب بيبقى احساس الوحده. تخيلي ان في ستات كتير او بنات بيرتبطوا بالشخص الغلط مجرد انهم مش عايزين يعيشوا لوحدهم، مش عايزين يكملوا هم لوحدهم، يكبروا لوحدهم، مفيش حد في حياتهم، ما يحبوش حد، محدش يحبهم، ما يلقوش الاهتمام، فبيرتبطوا في علاقات غير سعيده لمجرد ان هم عايزين حد يكملهم، يعيشوا احساس مزيف بالحب، يحسوا ان هم مهتمين او مهمين في حياه حد بيحبهم، بيسال عليهم، بيودهم، يكبر معاهم، فبيعززوا احساسهم بالسعاده ده باحساس زايف. ومرور الوقت بيكتشفوا ان هم وقعوا في حب الشخص الغلط مجرد ان هم بعد كده ما يحسوش ان هم لوحدهم، فبيرتبطوا بعلاقات تاذيهم نفسيا. ومرور الوقت بيتاذوا نفسيا وعاطفيا، يكتشفوا ان العلاقه دي غلط بعد مرور وقت كبير. تاني سبب وهو الخوف من الالتزام. ناس كتير تكمل مع اشخاص لمجرد ان عقلهم الباطن عارف ان هو من المستحيل هيكملوا معاه. هتستغربوا طبعا من كلامي، بس يرتبطوا باي شخص حتى لو مش مناسب، مش متكافئ معاهم ماديا، معنويا، نفسيا، دراسيا، مجرد ان هم يحسوا ان هم يحبوا، محبوبين، مرغوبين، عندهم احتياج عايزين يشبعوه، عايزين يحبوا، يرتبطوا، يخرجوا، يحسوا ان في حد بيسال عليهم اخر اليوم، يرتبطوا بحد استحاله هيفكروا يكملوا معاه. شويه وقت بيقضوها وهوب فركش، قصه بتخلص. هم عارفين ان القصه مش هتكمل اصلا للنهايه. من اسوأ الاسباب اللي بتخلينا نرتبط هو ان احنا بنفتكر ان احنا ممكن نغير الشخص اللي قدامنا. يعني تفتكر البنت مننا او الست ان هي السوبر وومن، هتصلحه، هتنقذه من الموقف اللي هو فيه. هو محتاج امان، محتاج احتواء، محتاج حاجات كتير. تفضل تحاول مره واثنين وثلاثه، تاذي نفسها وتيجي على نفسها لحد وبتحبه تدخل في دوامه ان هو بني ادم مريض مش شبهي، ما ينفعش تكملي معاه. اسباب كتيره جدا، وانت مش هتقدري تنقذيه ولا هتقدري تصلحي منه. مره في مره في مره نكتشف ان انت اللي محتاجه تتعالجي فعلا، لانك دخلتي في علاقه انت مش قدها، ولا هو هيتصلح ولا هيتغير، ولا انت كمان هتقدري تكملي بالاضرار النفسيه اللي وصلت لها في علاقه سامه وعلاقه غلط اذتك نفسيا وجسديا. تخيلي ان من ضمن الاسباب كمان قله احترام الذات. يعني الست ما عندهاش قدره تعرف هي فعلا مقدره نفسها ولا لا، تنجذب مثلا لشخص بيهتم بيها بزياده، حتى لو على سبيل ان هو حد محترم بيتعامل بشكل لائق مع الستات وبيتعامل باسلوب كويس، جنتلمان زي ما بنقول، تبتدي تحبه، تتشد ليه، حتى لو هو مش بيهتم بيها، او حتى لو هو مش بيبادلها نفس الشعور ده، او يعملها اقل مما تستحق. تبدا دماغها تفكر بيتعامل معايا بالطريقه دي ليه؟ اكيد مهتم بيا، مش عايز يعرفني، اكيد مثلا بيفكر يلفت نظري. تبتدي تحبه، تقرب منه، في الاخر الشخص ده مش مناسب ليها، مش متكافئ معاها، مش بيبادلها نفس الشعور، تلاقي نفسها وقعت في دوامه الشخص الغلط. العلامه رقم 5 وهي مهمه جدا، انك ما بتاخديش بالك من العلامات التحذيريه. بتلاقي نفسك بيعمل حاجات انت مش متخيلاها، بيغير عليكي مثلا جدا، تبتدي يبقى واقع في التعامل، يسيطر عليكي، يتعامل معاكي ان انت حد مالكيش اهميه ولا ليكي راي ولا مطالب غير انك تسمعي كلامه. فطبعا انت بتاخدي فرحه البدايات حد بتلبسي خازوق النهايات، اللي هو الله يحبني، يغير عليا، مش قادر يعيش من غيري، هو بيعمل كده بس عشان مهتم بيا. لا يا حبيبتي، هو ما بيعملش كده عشان مهتم بيكي، هو بيعمل كده عشان هو بني ادم مريض، ما عندوش توازن نفسي، مش عارف يعمل الست اللي معاه ازاي بالاحترام والحب، مش عارف يعني ايه الثقه اللي انت مديها له، ازاي ان انت بتحبيه، تحترميه، داخله في علاقه معاه عشان انتوا الاثنين تكملوا بعض، مش عشان حد فيكم واصي على الثاني. لازم تاخدي بالك من العلامات دي كويس قوي، عشان ساعتها مش هتلومي لنفسك، وده مش قله حظ، ده سوء تقدير وقله تقدير منك لنفسك. خلي بالك. السبب رقم 6 اسمه عقده الطفوله. يعني ايه؟ ده بيكون حاجه من اتنين، يا يعني بتكوني مفتقده الحنان الاب، تشد للراجل الاكبر منك سنا، تلاقي نفسك رايحه له، حاسه بالامان معاه، منجذبه ليه بشكل غير طبيعي وانت مش عارفه ده ليه، بس ده بيبقى راجع ان انت مفتقده حنان باباكي، مفتقده وجوده في حياتك، تتشدي للعلاقه الغلط، راجل مش متكافئ معاكي ولا سنا ولا معنويا كمان، فبتتشدي للراجل الاكبر منك سنا لانك بتبقي محتاجه وجود الاب في حياتك. طبعا العلاقه دي غلط. تاني تجربه لما بتكوني خارجه من وجود اب قاسي في حياتك، فبتفتكري ان الشخص اللي معاكي ده انت هتصلحيه، السلبيات اللي انت شفتيها في باباكي هتحاولي تعدليها في الشخص ده، وطبعا انت بتاذيه نفسيا، بتاذي نفسك، لان مفيش حد نسخه من التاني، صوابعك مش زي بعضها، وبالتالي اختياراتك بتبقى غلط. خلي بالك ما تاثريش بعقده الطفوله على اختياراتك اللي جايه. اخر سبب بقى وهو انك ملكه الدراما كوين. في ستات كتير قوي بتحب تعيش دور الضحيه، انا الست المغلوب على امرها، شايفين علاقاتي ما بتكملش، دايما عايشه دور الدراما والمود الكئيب ده، على اساس ان هي يعني مفيش قصه بتكمل لها الحياه الكئيبه دي،
وده بيترجم لنا ان مش دايما الطرف الاخر بيكون الطرف المؤذي في العلاقه او الشخص المؤذي في روايه احدهم. احيانا بنكون احنا نفسنا احدهم، بنكون احنا الشخص اللي بنأذي اللي قدامنا. اسبابنا، ظروفنا، دوافعنا تخلينا دايما نغلط، نرجع نعيط، نقول اشمعنى احنا اللي حظنا وحش، اشمعنى احنا اللي حظنا قليل. بس لو ركزنا في اختياراتنا في العميل النفسي، ان احنا ما ننجذبش لاي علاقه لمجرد ان احنا محتاجين ونس، سند، امان. مهم ان احنا نحس الاحاسيس دي، بس نحسها مع الشخص الصح يكملنا، نبقى راضيين معاه، مبسوطين في وجوده. الونس الحقيقي مش مجرد علاقه بنقضي بيها شويه وقت، بنفرح فرحه مؤقته، محتاجين حاجه معينه، محتاجين اهتمام، حب، حد يبقى في ألفة بيننا وبينه. جميل قوي ان احنا نحس الاحاسيس دي، بس مع الشخص الصح، الشخص اللي يكملنا، اللي يقدرنا، اللي يبقى فخور اننا في حياته. هستناكم تقولوا لي محتاجين نتكلم في الحلقات الجايه، هسيب لكم لينك الحلقات في الديسكربشن بوكس. هستنى كل كومنتاتكم. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. منذ سيرين العمري.